المومياء هذه تسبت في مقتل الناس اللي اكتشفوها. كل شخص يمس المومياء تضرب اللعنة ويموت في ظروف غامضة. وباش وصلت للقبر هبطت تحت الأرض وهوني تعثرت. قبر توت عنخ آمون تم اكتشافه عام 1922 في وسط متاهة في وادي الملوك، وكان مكتوب على الجدار متاعها: لا تفتح التابوت فسيضرب الموت بجناحيه كل من يعكر صفو الملك. ولكن المكتشفين عاندوا، وبالفعل اللي حلوا التابوت تعرضوا للموت في ظروف غامضة، وانقطعت الكهرباء على القاهرة، والعمال الكل ماتوا بأمراض مزمنة. ومن هنا جات لعنة توت عنخ آمون. المومياء كانت وسط 3 توابيت ولابسة قناع ذهبي، واللي يعتبر أغلى قطعة أثرية في العالم. وقام العلماء بتحليل بعض العينات ولقاو فيها نسب كبيرة من الغازات السامة، وعملوها باش يحميوها من السرقة. وزاد الفراعنة كانوا يستخدموا السحر. المهم في اليوم الموالي عملت حادث بالمنطاد في نفس المدينة. وتوقولوا لي حسب رأيكم لعنة الفراعنة حقيقة أم أسطورة؟